واللي تصدر المشهد ميدو خلص علينا في الموضوع الفني، وخلص علينا بكلمه الشيكات. كلمه الشيكات دي يا كابتن انا عايز اقول لك النادي بتاعنا ولع، لان كل الالعاب ليها فلوس، وفي لعيبه ما خدتش فلوس بقى 6 شهور، وفي قطاع الناشئين في كل الالعاب ما خدتش فلوس. يعني ايه شيكات مفتوحه؟ يعني انت ما بتديش فلوس ليه؟ فاصبح يا كابتن الانتماء عندك، ما انتوا معاكم فلوس عايزين انا شايف ان التصريح غير موفق طبعا. زائد بقى يا كابتن اللعيب اللي جاي لك هشتري ب 10 قروش، لا انا عايز 20، انت معاك شيكات مفتوحه. شيكات مفتوحه وكده مقفول ومش عارف اجيب لعيبه وجاب صفقات فاشله، ده تصريح. يعني انت عايز تقول ان ميدو تصريحاته كانت اعلاميه اكتر منها مفيده لنادي الزمالك؟ ميدو ادانا القضيه ودخلنا نفق المظلم باختصار شديد. تصريحات ما ينفعش تطلع منه ابدا، المفروض ده عالمي. يعني يا كابتن موضوع زيزو مثلا يا كابتن، يا عم سيبه يلعب الكونفدراليه الماتش المهم ده يا عم، بعد كده اعلن ان هو مضى الاهلي والثوره الكلام ده كله، سيبه يلعب. انت استفدت بيه دلوقتي؟ ولا استفدت منه ماديا ولا فنيا. بطوله الكونفدراليه لا حد بيكسبها، اي حد بيكسبها طلعنا منها. ليه؟ عشان هنا الشيكات المفتوحه يا ميتو. ما انت لو ما قعدتش اتعلمت النهارده من اللي حصل لمصر المقاصه، ده قال لهم اصعب بيك كاس العالم للانديه، واللي حصل مع وادي دجله ميدو كلام كتير فعل قليل. يلعب في نادي الزمالك تحت اي بند من البنود، فالملف منتهي. اي كلام واعاده انتاج الموضوع هو بس الاعلام اللي عايز يعيد انتاج الموضوع عشان يسخن الدنيا. لا هو في حدث انه حصل تحقيق مع زيزو، فطبيعي الاعلام يتناول ده مشكله الموقف. طبيعي ان الزمالك عشان التحقيقات دي الهدف منها واضح جدا. الزمالك عايز حقوقه من زيزو، تسليف ورق يعني. راجل غاب 26 يوم. فطبيعي انا عايز حقوقي، وزيزو اكيد عايز حقوق، ليه حقوق. زيزو قال انه ما وقعش للاهلي. صادق؟ طبعا طالما قال ما وقعش ولا ما وقعش، وممكن يكون وقع مع، مش لازم يكون، ممكن يكون مع حد طرف تاني غير يعني. يا جماعه الاخ زيزو ما وقعش مع الاهلي، امال ايه؟ مضى مع الاهلي. يحجمني اهدى علشان لا قدر الله لو في حاجه كمان الموضوع هيبقى صعب وكده. لا هو كان دايما بيحجمني في الحته دي جامد يعني. بس فدي من الحاجات المهمه اللي ساعدني فيها فتره الاصابه بتاعتي يعني. مفيش مره وانت صاحبه كده وصديقه المقرب ما قالكش ما تيجي عندنا بقى الاهلي شويه يا اخي؟ ده انا مستخسرك في حته غير الاهلي. لا والله حصلت كتير، بس يعني في الفتره الاخيره بقى الموضوع لما قلب بجد الناس بداوا ياخدوا الكلام، او الناس فضلت تقول عليه كلام كتير، وكلام زعلني وزعله طبيعي مش مني بس. يعني هو راجل عايز مصلحتي وما قاليش اي قرار. قال في الموضوع ده بالذات يعني ما قاليش ولا تروح اهلي ولا تقعد في زمالك. قال لي شوف الموضوع بالنسبه لك انت اللي هتستريح نفسيا ومعنويا وماديا وكمل فيه. بس الناس قالت ان حمائي كان وسيط عشان يوديك الاهلي، ده اللي اتقال. لا خالص، عشان كده حصل هجوم. لا خالص. هو ما شاء الله في مجاله وناجح جدا في مجاله، ملوش علاقه ليه صحاب كتير وكل حاجه في الكوره، بس مش ان هو يبقى وسيط لحد ان هو ينقله في نادي وكده يعني. بس انت سمعت قصه الوسيط دي؟ سمعت وهو سمع، بس يعني ما حاولناش نرد اصلا يعني. بيقول لك حماي لما لقى الونش راح يوقع مع الاهلي قال له عندك استنى دقيقه هتجنن منك، شوف لي طريقه. مش من حقهم، لا عشان القانون عارفينه وانت مالكش دعوه بالقانون. طيب المهم يعني بغض النظر بس عن القانون ما تدخلنيش في قضيه جدليه. لا دي قضيه جدليه. انا بس عايز اتكلم في الاساس. انا قلت لك هنا في المنبر هنا، قلت لك مرارا وتكرارا ان زيزو لو راح نادي الزمالك مش هيحصل اي حاجه، وان زيزو يتفضل يروح يتمرن وما عندوش اي مبرر للكلام ده، ولو راح ما حدش هيقول له انت فين، وده اللي حصل. شفت زيزو صور سيلفي في النادي، شفت زيزو في التمرين ما حدش حصل اي احتكاك بيه ولا اي كلام. بيروح زيزو كل يوم النهارده التمرين ما فيش اي مشكله. اذا زيزو اللي افتعل مشكله مع نادي الزمالك، نادي الزمالك ما عملش معاه اي مشكله خالص. ده اللي لازم الناس تتاكد منه. دي نمره واحد. نمره اتنين، زيزو والمشكله اللي عاملها ملف زيزو لازم الناس تفهم ان ملف زيزو في نادي الزمالك ملف منتهي. لا زيزو هيلعب في نادي الزمالك ولا اصلا حد يجرؤ ان يفرض زيزو على نادي الزمالك تاني. اكيد الجمهور رافضه، الاداره رافضاه، اللعيبه رافضاه. مش اللعيبه رافضاه؟ طبعا. الزمالك هو اللي رافض زيزو، والجمهور هو اللي رافض زيزو، واللعيبه هي اللي رافضه زيزو. صحيح اللعيبه
العيبة تلهيك وتجيب اللي فيها فيك. يقول لك اللي عمل زيزو هيعمل غير زيزو، اللي عمل مع عاشور هيعمل غير مع عاشور. احنا كاتب لنا 5 سنين ولا عرفنا نجيب امام عاشور أيوة يا كابتن. ولا عرفنا نجيب زيزو. هو كان بياخد سيلفي هو وبتاع الامن ورا اهو بيضحك اهو، الدنيا جميله ومعاه اشرف اهو. طب ده يرضي ربنا؟ انت عارف الصوره دي بتفكرني بايه؟ فاضل العوامه ويبقى رايح على البحر، رايح على البيتش، يعني هو كده جاي من الشاليه رايح بقى ايه على البسين او على البحر. لا ده اينو كان كده بيمسك الطوق الاسود لما كان ماضي الاهلي، مبسوط اهو الراجل، مبسوط اسود راح فايت. اينو لما ماضي الاهلي كان الكاوتش ده اللي الكاوتش ماسكه وماشي بيه في الطوق. هو انا يا كابتن معلش لما زمان ما كانش فيه غير الكاوتش ده. ما هو اينو كان كاوتش كابتن، هو انت لما ده حضرتك دلوقتي الجيل اللي موجود ده رفاهيه الرفاهيه، في اليخت وفي كابتن، هو انت ساعتها برضه الضجه وكل حاجه، بس ما كانش فيه بقى الميديا زي دلوقتي زي ما حضرتك بتقول والدنيا والتقدم ده. لكن انت دلوقتي سين وجيم، هل مضيت للاهلي؟ طبيعي هيقول ايه؟ هيقول لهم هيقول لهم لا. هو زيزو ماضي، ما مصر كلها والزملكاويه ما هم عارفين يا كابتن مصر بس. فيعني طبيعي اللي هو يقول لهم لا. بس هو حقه قانونا انه يتفاوض قبل انتهاء عقده ب6 شهور. بس انا عايز بقى اتكلم في نقطه اللي احنا ما عندناش الاحترافيه زي ما حصل معايا، وجابوني الصبح وجابوني الفجر. طب ما اكرم توفيق اهو في الاهلي، انت عذبوك برضه بعد يا كابتن. انا كانوا بيجيبوا لي الساعه، كابتن عمرو مطراوي موجود، طب شوف ربنا يديله كانوا بيجيبوه 5 الصبح. كنت معاه يا باشا ده كان بيطفوا سجاير تحت باطي، ده كان بيكهربوني في اماكن حساسه. انزل يا زميلي، انزل يا زميلي، اتاكد ان مدينا لايك ما تقل الفيديو، مشترك في قناه مجرس فعل كل الشرح عارف كل مكان، لايكات لايكات. ويلا بينا نشوف عايز اسمعك ايه. زيزو يمضي، ارفض العرض. زيزو مش راضي يمضي، مش عارف توصل معاه لاتفاق. خلاص اقبل بالعرض. انت تعمل بالفلوس دي فرقتين اصلا. انت تروح تجيب لعيبه من اوروبا وتدفع الغرامات بس، وتدفع كل حاجه عليك. انت مقتنع بالارقام اللي بتسمعها 50 و60 و40 و70 للعيبه؟ لا مش مقتنع. امال اغلى لعيب في مصر شايفه يسوى كام؟ اغلى لعيب في مصر 25 مليون. 25. وشايف ان انت تسوى كام؟ ده حاليا؟ لا انا دلوقتي ما بلعبش عشان انا قايم نفسي. انا دلوقتي ما يعني السنه اللي فاتت ما كنت بتلعب، السنه اللي قبلها ما كنت بتلعب، شايف؟ لا انا بقالي 2 سنين ما بلعبش، بلعب بس مش يعني انا لو دخلت على ترانسفير مارك مثلا هتلاقي بيبقى في ارقام كده معينه للعيب، طبعا ترتيبي نزل. ترتيب بينزل انت ما بتلعب وبتجيب. يعني ارقامك انا كنت اغلى لعيب في مصر لمده 3 سنين. مين ده؟ انا. تاخد كام بقى؟ اغلى لعيب في مصر في القيمه. باسم مرسي ده تحس ان هو كان فاسيه كده، قعدت موسمين وريحتها اختفت خلاص. اول ما فتحنا الشباك طلع بره. ما بعتوش وخدت من وراه فلوس. انت خفت كمجلس مع احترامي الكامل، انت خفت تبيعه لما جاله 6 مليون دولار. امام عاشور ما مشيش ببلاش. امام عاشور راح الاهلي خدوا منه 1,000,000 يورو. انت خفت من الجمهور. انا ضد برضه امام عاشور وسلمته. انا ضد يا كابتن اي حد من القوام الرئيسي لعيب كبير يجي رئيس نادي يبيعه عشان ما فيش فلوس. طب انا اشتغل الشغلانه دي. اقول لك على حاجه يا كابتن، انا محمد بيقول لي 3 مليون يورو في عاشور. يا كابتن خدوا 3 مليون يورو في عاشور. 3 مليون؟ دخل نادي الزمالك منهم كام؟ 3 مليون؟ لا ما اعرفش، بس اللي اعرفه لما جه بقى فيش عايز نسبه بيع. ليه؟ يعني لعيب زي دوت 24 سنه هنا بيلعب منتخب مصر ومنتخب اولمبي واحسن لاعب في مصر، بعته بالسعر ده ومفيش عايز نسبه بيع. ليه؟ ده سؤال. مش كل واحد يجي يبيع. عندي لعيب نجم ولعيب كبير ولعيب منتخب، لعيب منتخب احط تحت 100 خط وابيعه. انت بتلوم على الادارات بقى كلها اللي اخطات، طبعا مش اداره معينه يا كابتن. انا ابني ده لا دخل فلوس، يعني هم لا سابوه يبيعوه، بس هنا ومشي فري. يعني قال لك كانوا خايفين يدوا نادي نيوم السعودي ب6 مليون دولار عشان ما يبقاش كوبري، فنسيبه بقى يروح الاهلي ببلاش. ماذا يدخنون في 100 عقبه؟ ما شاء الله تقيل. لا مش ما شاء الله. اهو على الكاميرا، وانا شايفاه قدامي على الحقيقه وهو على الكاميرا تقيل. ليه بقى الاشاعه اللي جت دي مش اشاعه؟ ليه عايز تروح تزرع شعرك انت اقول مين؟ اقول مين؟ دونجا؟ ناصر منسي. لا اتفقتوا مع بعض عايزين تروحوا تزرعوا شعر؟ لا خالص. لا انا الشعر مش تقيل ولا حاجه. ما شاء الله. انا هقول من الجمهور اهو. لا والله ما شاء الله الحلال المباح اللي عنده بيحاول يدار الدفوهات كده. لا ما شاء الله احنا شايفين يعني لا يستحق
الزرع ده اللي يعني بيبقى مراحل تانية متطورة. انت بقى وناصر منسي شفتوا مين او ايه؟ هو مين اللي قال لك الموضوع ده؟ انا عرفت الموضوع من عندكم من جوه. مفيش حاجه والله. لا مفيش حد لها في دماغه كده؟ ناصر لازم يزرع بصراحه. يبقى ناصر كان في حوار جانبي عن هيروح يزرع ناصر؟ مش عارف. عايزين ناصر الحلقه الجايه يا جماعه ارجوك. يجي لكم لحظه كده النجوميه بتسرقكم، عايزين تعملوا كل حاجه. طبيعي، بس يعني مش طول الوقت، لان في اوقات احنا دايما بنبقى في معسكرات ما بنركزش في شكلنا، لكن طبعا انت بتبقى نازل الملعب لازم تهتم بشكلك يا راجل انت وناصر منسي بدل ما تزرعوا شعر ازرعوا فدانين بطاطس، طلعوا لكم شويه محصول حلو وتبيعوه وتقدروا تصيدوا الديون اللي على نادي الزمالك دي وتفتحوا قيد. قال لك عايزين نزرع شعر، هنزرع ونقلع. معاملتهم لزيزو ان هم مرحبين قوي بانتقاله النادي الاهلي، وان في ناس جوه المجلس مش امين على نادي الزمالك. زيزو النجم بيخش بالعربيه عادي. زيزو النهارده داخل بعربيه جولف مع المحامي. مين المحامي بتاعه اللي معاه؟ اشرف عبد العزيز. واشرف عبد العزيز اصلا مش عضو في النادي. هل قطعوا تذكره بره على الباب عشان يخش، ولا اي حد يخش نادي الزمالك؟ لا مش شرط قطع التذكره، بيبقى فيها اوقات موجوده، يعني ده داخل. لكن المفروض ده مضى الاهلي، المفروض دلوقتي يعني لا ده داخل يحقق. لا انا بتكلم على المحامي. لا المحامي يا كابتن دلوقتي بعد اذنك داخل مع موكله، وموكله حتى لو هو معهوش كارنيه ولا حتى اتقطع له تذكره. موضوع التذكره دي لا عربيه جاي داخل بعربيه جولف، بدل ما يركن عربيته بره. ده عربيه جولف دي بتاع النادي. لا يركن العربيه بره ويخش من على البوابه وياخدها دي كلها مشي في الحر وكل دوت، وانزله اتمرن مع الناشئين ويلعب ماتشات مع الناشئين. طب وليه ده اللي هم عملوه ده متحضر جدا؟ شيء لا مش متحضر يا كابتن، ده هنا يعني اللي انا قلته صح، ان زيزو لما خد القرار في ناس مرحبه كده في جوه المجلس. لسه بيعيط، لسه بيغيظه، كابوس هو السيد زيزو، وسايبين كل البلاوي اللي عندهم وقافشين في زيزو. لا طبعتي في اول فيديو لقيتنا فانت البرنس العالي. انزل اتاكد ان مدينا لايك، ما تيجي فيديو مشترك في القناه، ما جرس فعل كل الشرح في كل مكان، واستنونا. فيديوهات كتير ضرب نار. سلام.